معلقة واحدة بس وانسي بقع الملابس. مشاكل كتيرة جدًا بين الزوج وزوجته، مشاكل كتيرة جدًا بين العروسة اللي لسه متجوزة مبهدلة ألوان هدوم جوزها على بعضها والدنيا مقلوبة. يالّا بينا نحل المشكلة دي بمكونات بسيطة جدًا موجودة معانا في كل بيت، بس دعميني بلايك جميل منِّك وشير للفيديو لو عجبِك الفيديو، ويالّا بينا. عندِك فتحات زي دي في البوتاجاز بتاعِك، تعالي بسرعة أقول لِك على فكرة وحيلة منزلية حلوة جدًا. لقيتها بتقول لي: اوعي تغطي الفتحات دي لان الفتحات دي ليها اهميه كبيره جدا وناس كتير جدا ما تعرفهاش. لو انت طبعا ست طبعا اللي بتحبي النظافه اكتر حاجه ومغطيه البوتاجاز بتاعك بالفويل، اوعي تغطي الحته دي خالص اللي هي الفتحات دي. هقول لك الفتحات دي ليها اهميه كبيره. بس هاتي كده فرشه اسنان مثلا قديمه او اي فرشه من اللي هي السلك زي بتاعتي دي، وحاولي تنضفي الفتحات دي من تحت ومن فوق كويس جدا. اوعي تهمليها لان ده اهم كمان من غسيل البوتاجاز نفسه. بجد والله ناس كتير فعلا ما تعرفش هي فتحات وخلاص. الفتحات دي بجد لها أهمية قوية جدًا، جدًا، خصوصًا لو أنتِ بتشغّلي الفرن كتير، وحتى لو ما بتشغّليش الفرن كتير لازم تنضّفيها مع تنضيف البوتاجاز كويس جدًا، لإنها بتتملي دهون. طبعًا دي فرشة سلك ال3 بييجوا مع بعض كده حلوة جدًا عند بتاع الأدوات المنزلية أو المنظفات بتلاقيها موجودة. فدي حلوة جدًا في تنضيف الحتت اللي هي الأماكن الداخلية. وكمان لو عندِك فرشة أسنان قديمة والّا حاجة تقدري تعمليها زي ما أنا عملتها قبل كده، حرقتها على النار في الفيديو اللي فات. في فيديو من الفيديوهات يعني حلو جدًا وفكرة حلوة وهتعجبِك وهتسهِّل عليكِ حاجات كتير. فلازم تنضّفيها كويس واوعي تغطّيها بالفويل لإن ده كارثة حقيقية منِّك. وشير للفيديو لو عجبِك الفيديو وكومنت حلو. يا ريت تعرّفيني بتتابعيني من أي مكان داخل مصر والّا خارج مصر. طبعًا شرف ليّا إن أنتِ تكوني مشتركة في قناتي، ويا ريت تفعّلي زر الجرس على الكل عشان يوصل لِك مننا كل جديد إن شاء الله. متابعين شُغلة وحكاية في كل مكان، أهلًا وسهلًا بيكم. النهارده طبعًا الغسالات الأوتوماتيك والّا الغسالات العادية والّا الغسالات الفوق أوتوماتيك كمان، الوصفة دي ممتازة جدًا، جدًا وهتنفع لكل الغسالات. طبعًا كتير مننا بتتعرّض للملايات والفوط خصوصًا، وهدوم الأطفال ساعات كتيرة جدًا بتكون فيها بُقع عنيدة جدًا ومش عارفة تتصرّفي إزاي. وكتير مننا كمان المساحيق الغالية عادت كلّها مقاطعة طبعًا زي ما إحنا عارفين. وطبعًا إحنا عايزين نستخدم حاجة كويسة وفي نفس الوقت الجودة تكون كويسة، وفي نفس الوقت كمان الجودة والريحة كمان تكون كويسة جدًا، جدًا. هنستخدم النهارده الصودا ash أو الزهرة البيضا. برّه مصر بيسموها الصودا ash أو ما أعرفش عندكم كمان بيسموها إيه، لكن إحنا عندنا في مصر بنسميها الصودا ash أو الزهرة البيضا. مع المكون السحري التاني ده هاقول لِك عليه كمان شوية كده في الفيديو. المكونين دول بس باحطهم كده على بعض وباجيب أي مسحوق. لو الغسالة الأوتوماتيك طبعًا بتكون المسحوق فيها أوتوماتيك، لو الغسالة العادية أي مسحوق. هاقول لِك دلوقتي المسحوق اللي أنا باستخدمه وباعمل فيه إيه عشان أخلّيه قوي الجودة بتاعته. يعني حتى لو هو رخيص شوية هاقول لِك إزاي تخلّيه الجودة بتاعته عالية جدًا وبينافس يعني أغلى المساحيق. وهاقول لِك كمان لو أنتِ عايزة وصفة سهلة جدًا وتوفّر معاكِ وتقعد معاكِ كيس الأريال اللي إحنا بنجيبه كيلو ونُص ده، نوع معيّن كده هاقول لِك عليه بعدين. أول فيديو الجاي المهتم يكتب لي في الكومنتات، وأنا هاقول لِك على وصفة سهلة جدًا، جدًا وهتخلّي معاكِ المسحوق اللي هو الكيلو اللي بيقعد معاكِ ده أو الكيلو ونُص اللي بنجيبه ب80 جنيه يقعد معاكِ شهرين و3 كمان. هاقول لِك على وصفة سهلة جدًا وبجد، بجد بس اكتبي لي في الكومنتات لو أنتِ محتاجاها هاكتبها لِك وأعملها لِك الفيديو الجاي إن شاء الله، وبجد، بجد هتستفادي. طبعًا هاقول لِك على شوية حاجات كده ودي أهم حاجة إن أنتِ تكوني مهتمة بيهم في غسالتِك علشان الغسالة بتاعتِك تفضل نضيفة، وكمان تحافظ على الهدوم. ومهما تحطي مثلًا هدوم غامقة مع هدوم فاتحة تحافظ على الألوان والهدوم تطلع زاهية معاكِ وزي الفل. اللي عندها غسالة أوتوماتيك طبعًا تهتم بالفلتر، واللي فوق أوتوماتيك برضه تنضّف الفلتر. ولازم زي ما أنتِ شايفة كده تفرفطي الهدوم، يعني تحطي كل قطعة لوحدها زي ما أنتِ شايفة. ولازم تسيبي مساحة أو مسافة في الغسالة تكون مهوية شوية علشان الهدوم تقدر تلِف في الغسالة وتطلع معاكِ نضيفة وزي الفل. ده طبعًا المسحوق بتاعي، ولو أنتِ برضه مهتمة أنا باستخدم مسحوق إيه هاقول لِك برضه في الكومنتات، اسأليني في الكومنتات وهارُد عليكِ. طبعًا أنا حطيت المسحوق بتاعي أيًا كان، لكن طبعًا مش مقاطعة إن شاء الله. لكن بقى المسحوق الجبار أو المعلقة السحرية دي، حطيت معلقتين من الملح الطعام. ملح الطعام ده خطير جدًا، جدًا، قاتل للبكتيريا والفيروسات وحلو جدًا بيعقّم الهدوم وبيخلّيها زي الفل وبيحافظ على الألوان على فكرة، مع
4 أو 5 معالق من الصودا آش أو الزهرة البيضا. الزهرة البيضا دي قوية جدًا، لو جربتِ كده وتلمسيها بصابعِك وحطيتِ عليه نقطة مَيّة، صدقيني هتحسي بالفوران وتحسي يعني إيه، بالسخونة كده، بتخلّي الهدوم زي الفل، وبتحافظ جدًا على الألوان، صدقيني ما بتأثّرش خالص على الألوان. وأهم حاجة برضه في كل الغسالات خصوصًا الغسالة الأوتوماتيك إن أنتِ تساعديها بالمَيّة، لازم، لازم، لازم صدقيني، ما تقوليليش بقى مش عارفة إيه والكلام ده لأ. بُصّي، أنا من يوم ما اشتريت الغسالة طبعًا بقى لها سنين، لازم تحُط لها 2 أو 3 لتر مَيّة من في درج الغسالة زي ما أنتِ شايفة كده. في ناس هتقول لي: "ليه بتحطّي المسحوق مش في درج الغسالة وليه بتحطّيه جوّه الغسالة؟" ناس كتير فاهمة، عارفة إن الهدوم الأريال أو النوع المسحوق اللي إحنا بنستخدمه بيكون كويس جدًا، جدًا وبيطلّع البُقع أكتر وبيجيب نتيجة فعّالة أكتر وأكتر لمّا باحطّه جوّه الغسالة مباشر كده جنب الهدوم. لكن لو حطّيتيه في قلب الدرج كده صدقيني باحس إن النتيجة مش قد كده. لكن اتعودت خلاص إن أنا أحطها. طبعًا لازم تحافظي على كل الحاجات دي، حاجات كده مبادئ أساسية، تفرفطي الهدوم ما تحطيهاش مكلكعة على بعضها، وكمان تحطي معاها الحاجة اللي بتحافظ على الألوان، وتزودي المَيّة لحد ما تشوفي المَيّة قدامِك كده في الغسالة بتاعتِك، والغسالة بتلف والهدوم واخدة راحتها. أهم حاجة إن الهدوم تكون واخدة راحتها، هتطلع معاكِ بسم الله ما شاء الله زي الفل ومنوّرة. الأبيض صدقيني مش هيتأثر خالص، الألوان حاطة ألوان غامقة مع ألوان فاتحة، كل الألوان دي هتبقى زي الفل دلوقتي. وشايفين طبعًا المَيّة بدأت تغمق أهي، كل البُقع عايزة أقول لِك حُطّي معجون الأسنان على شعر بنوتِك وحلّي أكبر مشكلة بتواجهِك. طبعًا في الصيف أو في الشتا ولادنا بيكون في شعرهم ساعات حشرات، واللي هو السِبان اللي هو بيض الحشرات بتاعة الرأس. عايزة أقول لِك معجون الأسنان ده قاتل، قاتل ساحر، القاتل الساحر بتاع أي حشرة في الشعر. كمان البويضات الصغيرة اللي بتكون في الشعر، عايزة أقول لِك هتحطّي كده كام حتّة معجون أسنان وتمسكي شعر بنتِك تفركيه، تحطّي كل على في جوّه الشعر من جوّه نُقط كده على أصابعِك كده الصغيرة كده، نُقط من معجون الأسنان بتموّت البويضات الصغيرة، أي حشرة كمان، دي مادة كاوية تعتبر. طبعًا مش هتسيبيها كتير، هتسيبيها حوالي 10 دقايق، ربع ساعة، أي الأماكن الداخلية كده تفتحي الشعر من جوّه وتحطّي فيه جواها كده نقط صغيرة من معجون الأسنان. عايزة أقول لِك تحفة جدًا، جدًا، مش هتحتاجي إن أنتِ تشتري بقى مبيدات ولا الكلام ده كلّه، وهتغسلي شعر بنتِك وتحطّي عليه شوية بلسم، خلاص الموضوع انتهى. مرّة و2 و3 هتحاولي تكرري الموضوع ده. عايزة أقول لِك كل حشرات الرأس بجد هتختفي تمامًا، تمامًا، تمامًا من غير ما تشتري أي حاجة مكلفة. معجون الأسنان أي نوع معجون أسنان موجود عندنا في كل بيت، تقدري تحلّي بيه مشكلة كبيرة جدًا. ومعجون الأسنان مش للأسنان بس، لحاجات كتيرة جدًا. وإلى اللقاء في فيديوهات كتيرة مع بعض إن شاء الله.